السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل رز معمر باللحمة الموزة. معايا طاجن فخار بدأت غلفته بالزبدة. بعد كده معايا 5 كوبايات ونص رز مصري مغسول ومتصفي من غير نقع، وضفت له معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الملح ومعلقتين كبار من الزبدة الجاموسي. هنا بدأت قلبتهم. بعد كده بضيف اللحمة الموزة اللي انا سلقتها في الفيديو اللي فات، وعليها بعد كده رشة من الفلفل الاسود. هنا بنخلي الرز فوق شوية من اللحمة. بعد كده معايا 5 كوبايات من لبن الحليب، وضفت كمان نص كوباية من المية المغلية علشان الرز معايا مش بياخد مية كتير. بعد كده لو احتاجت ان انا اضيف مية هضيف، لكن هو مش هيحتاج اكتر من كده. هنا بدأت سخنت الفرن البلدي، فرن الغاز، وهبدأ ان انا هبدأ بعد كده ان انا ادخل الطاجن في الفرن، وهنشوف المراحل بتاعته كلها مع بعض. هنا بنظبط. بعد كده هنبدأ ندخله الفرن. هنا طبعا بناخد وش الاول، وطبعا هو بيغلي من فوق ومن تحت. وبعد كده اول ما بيتشرب بنبدأ نهدي النار وبناخد التسوية اللي احنا محتاجينها. طبعا لان الفرن اول مرة استعمله فحرق الوش من فوق، ده اول استعمال له. هنا ظهر بالشكل ده، ما شاء الله طعمه جميل. دي طبعا اكلة تقليدية عندنا في ابو سكين في العيد، دي اكلة رسمية كده عندنا في العيد. هنا بدأت قدمته بالشكل ده مع الشوربة. ممكن يتقدم مع اي خضار تاني. هنا انا كنت شلت الوش اللي كان اتحرق ده لان اول استعمال للفرن، وبصراحة ما كنتش عارفة استعمله ازاي، ده اول مرة استعمله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.